السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. صلوا على النبي يا جماعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض القطايف الجامدة دي من الاول للاخر زي ما عودتكم ان انا قبل رمضان ان شاء الله كل سنة، والسنة اللي فاتت برضو عملت معاكم كده، عملت معاكم القطايف. اعملي لها سكرين بقى عشان تعمليها في رمضان، ما تشتريهاش، بجد خطيرة. حاجة البيت دي تحفة بجد. وعملنا مع بعض، هنعمل مع بعض برضو السيرم اللي انتوا شايفينه ده. طبعا السيرم ده ما شاء الله ينفعك في كل حاجة في رمضان، زي برضو كنت عاملاه السنة اللي فاتت وبقيت استخدمه وانا بصور معاكم في كل الحلويات. ما شاء الله جميل جدا، والحاجات دي هتوفر معاكي وقت ومجهود في رمضان بجد. هتدعي لي بجد يا لو عملتي القطايف دي حلوه قوي قوي، وطعم وريحه وكل حاجه هتلاقيها في الفيديو ده. تعالوا بينا مع بعض كده نشوف هنعملها ازاي، يعني هنعجنها ازاي، وهنسويها ازاي، وهنحشيها ازاي، كل حاجه كل حاجه ازاي. وهنعمل السيرم ده ازاي اللي هينفعنا بقى في رمضان، هينفع بقى في كل الصواني وفي القطايف في بلح الشام وفي كل حاجة في رمضان. هينفعنا السيرم ده. طبعا انتوا عارفين السيرم لما بيكون سخن بنقعد مدة، لو الحاجة باردة عايزين لما السيرم لما الحاجة تبرد او الحاجة سخنة وناخد ونبرد السيرم. فانا كده يعني بوفر عليكم وقت ومجهود. لسه بدري على رمضان، يعني فاضل حوالي 10 ايام. كل سنة وانتم طيبين. بصوا مقرمشة وخطيرة جدا 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 بجد، تحفة. هعملها لكم النهاردة بطريقتين او بحشوتين. طبعا بصوا شكلها بيتكلم عن جمالها، بجد تحفة ومقرمشة وطرية كده من جوه، بجد حاجة حلوة قوي قوي. تعالوا بينا مع بعض نشوف هنعملها ازاي. هنبتدي الاول بالسيرم. طبعا السيرم انا هحط كيلو من السكر، بصوا السكر غامق. انا كنت الاول ما بشتغلش ما بعملش السيرم ده الا بسكر فاتح، على اساس ان السيرم بيبقى لونه فاتح شويه. فلقيت مش مشترط يعني، ما عندكيش هتشتري سكر. طبعا ده السكر بتاع التومين اللي بيبقى غامق سنه ده. حطيت كيلو من السكر وعليه كوبايتين من الميه اللي هم كوبايتين بتوع العصير دول، كوبايتين ميه. طبعا هدوب السكر بالراحه بحيث ان هو ما يجيش على حراف الحله يكرمل معاكي. دوبي على قد ما تقدري بالراحه بحيث ان انتي ما تجيبيش الايه السكر على الحراف زي ما انا قلت لك. هحطه بقى على النار، واول ما السكر ده يدوب على النار هعصر بيه عليه عصرة ليمونة. تعالوا بقى ايه نشوف على ما السكر يدوب نشوف هنعمل عجينة القطايف ازاي. طبعا جبت بولة اهي، هنزل فيها بكوبايتين من المية الفطرة الدافية. لازم تكون المية دافية يا جماعة، كوبايتين من المية. المقادير بقى بعد كده سهلة جدا جدا جدا، وكل اللي تابع فيديوهاتي او متابع فيديوهاتي عارف القطايف بتتعمل ازاي، واللي مش متابعها لسه معايا جديد هيشوفها هتعجبه قوي، ومتأكدة ان انتوا هتقوموا تعملوها هتنفذوها. طبعا هحط كوبايتين من المية ونص معلقة من البيكنج باودر ومعلقة خميرة وذرة ملح. هكتب لكم المقادير دي كلها في صندوق الوصف. وده دقيق السميد اللي هو دقيق البسبوسة، نص كوباية من دقيق البسبوسة. والفانيليا حطي كله على بعضه، كله ما بصي ولا تحطي حاجة وتضربي حاجة، كل حاجة على بعضيها. ومعلقة من الخميرة اهي، وحطيت نص معلقة من البيكنج باودر وذرة ملح وادي معلقة خميرة وكيس من الفانيليا او نص معلقة من الفانيليا، ونص كوباية من دقيق السميد. هضربهم بقى بالهاند بلندر، اضربيهم في الخلاط كل حاجة ماشية، يعني مفيش حاجة هتقول لا. طبعا ضربتهم بالهاند بلندر زي ما انتم شايفين. هنزل بقى بكوبايتين من الدقيق، كوبايتين بحجم الكوبايه المعياريه دي اللي هي 250 مللي اهو. اضرب بس ادوب كده الدقيق بحيث ان هو ما يكلكعش. يبقى احنا اتفقنا كوبايتين دي ونص كوبايه السميد بتاخد كوبايتين من الميه، كوبايتين من الايه الميه الدافيه. هنزل بقى بربع معلقه صغيره من البيكربونات الصوديوم، بيكربونات الصوديوم او بيكربونات الصوديوم عشان تاخد خالص هشه وطريه من جوه كده، حاجه بجد تستاهل بقك. طبعا كده انا دوبتهم جامد. بصوا العجينه اهي، هسيبها بالظبط 10 دقايق بس، مش هسيبها اكتر من 10 دقايق. مش عايزاها تخمر، انا عايزاها تستريح بس على ما اجهز الحشوات اللي هحشي بيها القطايف. طبعا بصوا لازم تنعميها جامد، لو في الخلاط بايدك بالمضرب السيل كده نعميها على قد ما تقدري، هي مش بتاخد وقت خالص. طبعا هنا السيرم كان السكر فك،
جبت ليمونه وهصفيها بقى من البذر كده، لان ايه مش هحط البذر بقى فيها، لان انا هسيب السيرم ده هستخدمه بقى في شهر رمضان، فمش ينفع يبقى فيه بذر عامه يعني. هي ليمونه واحده بس تكون كبيره كده، على المقادير كيلو سكر وكوبايتين من الميه. اول ما السكر يدوب اعصري عصره ليمونه. طبعا هسيبها بالظبط ربع ساعه كده او 13 دقيقه، يعني مش هطول عليها. اول ما السيرم يغلي كده ويقعد بالظبط 10 دقايق 12 دقيقه 13 دقيقه تلاقيه بدأ يتقل معاكي، هتطفي عليه. تعالوا بقى نعمل الحشوات ونشوف هنعمل الحشوات ازاي. جبت حله صغننه كده او بوله او اي حاجه عندك، المهم ان هي تتحط على النار، وحطيت فيها معلقتين من الدقيق ومعلقتين من النشا اهي، معلقتين دقيق ومعلقتين من النشا، وهنزل بلبن بكوبايه من اللبن او الحليب، وهجيب كوبايه كمان يبقى كوبايتين من الحليب على كوبايتين من النشا على كوبايتين من الدقيق على اسفه معلقتين من الدقيق على معلقتين من النشا على كوبايتين من اللبن، وضربتهم. بما ان انا بقى مطلعه الهاند بلندر عملتهم بالهاند بلندر، مش عايزه تعمليهم بالهاند بلندر دوبيهم بايدك كده، المهم على البارد الاول، وبعد كده ارفعيهم على النار. اول ما القوام هيتقل معاكي هتشوفي هتحطي ايه بقى عشان تعززي طعم القشطه الكدابه. دي قشطه كدابه انتوا عارفينها طبعا، بعملها معاكم على طول في الكنافه وبستخدمها على طول، دي اسمها قشطه كدابه. هحط لها بقى معلقه من القشطه كده عشان اعزز طعمها، او معلقه من الزبده او السمنه البلدي، طبعا اللي عندك. انا كان عندي معلقه من القشطه كده، كان عندي قشطه بقالها حوالي يجي شهر كده، فطبعا ما لقيتش استخدامها او ما اكلوهاش، رحت رميها في الفريزر بالعلبه بتاعتها. بستخدمتها في المكرونه البشاميل من فتره، استخدمتها دلوقتي. بصوا بتطلعي منها وتستخدميها، عايزه تعمليها سمنه اعمليها. طبعا كل حاجه ما بتضرش او ما فيش حاجه بتترمي، اقصد تستخدميها في حاجه تانية. طبعا حطيت معلقه القشطه اهي، وبدوب بقى بالمضرب كده السلك كده، بحيث ان انا اخليها تبقى كميه معايا مش مكلكعه خالص، عشان استخدمها في الحشوات. هتحشي الكنافه بالكريمه، هحشيها بالكريمه، طعم خطير جدا جدا جدا. بس انا نسيت في الفيديو افتح لكم واحده من اللي بالكريمه صراحه، فتحت لكم واحده من اللي بالزبيب وجوز الهند، ومعايا الحشوه التانية زبيب وجوز هند ومعلقه من السكر. بتحطي سكر على الزبيب والجوز الهند؟ طب ما هو السيرم مسكر، جربي كده حطي معلقه سكر واحده على الزبيب وجوز الهند، بجد هتاكلي طعم الحشوه ده. مش هتحسي ان الزبيب وجوز الهند مفرفط كده في قلب القطايف، هتحسي ان هو لزج كده معاكي، ماسك في بعضه، حاجه حلوه قوي بجد. جربي كده، السكر بيكرمل لما بيسخن مع الزبيب والجوز الهند بيدي طعم حلو قوي. طبعا جبت هنا طاسه الكريب، سخنتها ونزلت بقى ايه بعجينه القطايف. طبعا كنت سبتها 10 دقايق على ما ايه ما جهزت القشطه الكدابه وجهزت الزبيب والجوز الهند والحاجه. طبعا هنا السيرم بصوا ورا بيغلي اهو، يعني قربت اقفل عليه. بصوا حطي طبعا كميات مش كتيره، كميات بسيطه جدا. انا كنت الاول لو انتوا شفتوا في الفيديو بتاع القطايف السنه اللي فاتت، لو انتوا عارفين علب الكاتشب بتعملي بيها، بس انا حبيت ان انا اعمل بيها السنه اللي فاتت عشان اوري اللي مش عارفه او مش هتقدر تتحكم بايديها. ولو انت اول مره هتعمليها بعلبه الكاتشب، ممكن ازازه ميه صغيره بالغطا بتاعها افتحيها وحطي بيها كل حاجه تمشي. طبعا ايدك بقى واخده على المعلقه تحطي بالمعلقه زي ما انا حطيت كده. طبعا بصوا القطايف خطيره جدا جدا جدا، وهوريها لكم بقى، ولا هتفك ولا هتشقق ولا اي حاجه. ايه اللي هيخليها تشقق معاكي؟ لو سبتيها مده طويله على النار، اول ما تعمل فقاق فيها كده اهي فتحات كده، اعرفي ان انتي عجينه القطايف بتاعتك ناجحه جدا جدا جدا. اول ما تحسي ان هي عملت الفقاقيع دي خلاص شيلي على طول كده، هي استوت. حتى لو حسيتي من النص ان هي لسه فيها حاجات بسيطه عشان تستوي، طلعيها بقى على فوطه وهي مع البخار او مع السخونيه هتستوي، مش تسيبيها كتير على النار عشان ما تشققش منك او تتقطع منك. طبعا ما شاء الله جميله جدا. طلعت الكميه دي وبعمل كميه تانية اهي، بعمل صينيه تانية. بصوا سهلة جدا، اول مرة بس ايدك مش هتاخد عليها، تاني مرة ايدك هتاخد عليها وهتعرفي. مفيش حاجة صعبة على الحريم عامة. كلنا شاطرين وكلنا بنحب يعني شاطرين او مجتهدين في المطبخ. حتى اللي يعني ما بتحبش المطبخ مرة على مرة هتتشجع، مرة على مرة هتخش وتعمل، مرة على مرة لو عملت مرة صدقيني، او عملتي حاجة بتشتريها من بره عملتيها في بيتك مره، صدقيني بعد كده انت هتستحبي ان انت تعمليها في بيتك. ليه؟
طعمها وريحتها هتشوفي الفرق. طبعا بصوا انا بطلع على فوطه اهو، ما شاء الله جميله جدا جدا جدا، وما بتاخدش وقت ولا في سوا ولا في عمايل ولا في اي حاجه، بجد خطيره جدا 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 اهي. بصوا لونها بقى مش شرط بقى اللون معاكي احمر، القاع بتاعها من تحت مش شرط تبقى بيضة، اهم حاجة ان انت تحسي بسواها سوي تشيليها على طول، تسيبيها هتنشف منك، وهتيجي تقفليها مش هتعرفي تقفليها. طبعا ما عندكيش طاسة كريب، ممكن طاسة ألمونيا، اي طاسة عندك، بس دي مسحيها مسحة زيت كده بفوطة اسفة بمنديل كده ومسحيها. طبعا ما شاء الله القطايف بتتكلم عن، يعني شكلها بيتكلم عنها. خلاص احنا كده بقى هنحشي. بصوا انا بوريك واحدة من قبل ما احشي، بصوا تقفيلها سهل جدا جدا جدا، وبصوا لونها بجد خطيرة خطيرة خطيرة، تستاهل بقكم. وبألف هنا وشفا لكل اللي كل منا. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يعود علينا وعليكم الأيام بخير، ويجعله شهر سعيد كده وشهر مفترج على الكل، وربنا يفك كرب البني آدمين يا رب، ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين، ويشفي كل مريض يا رب، ويشفي ناس عزاز عليا قوي، ربنا يشفيهم يا رب، يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، ويبعد عنهم اي حاجة توجعهم يا رب. وطبعا مرضى المسلمين اجمعين، طبعا ويجعله شهر، هو شهر كله خير وشهر كله بركة، بس يجعله فك كربات لناس كتير، يجعله فك هم وغم على ناس كتير. طبعا انتم ملاحظين في فيديوهاتي على طول كل شوية ساعة ما دخل علينا رمضان وانا بدعي الدعوة دي، لان انا يعني بتفائل جامد بالشهور اللي هي رجب وشعبان ورمضان، بحس ان ربنا بيزيح عن البني ادمين اي حاجة او اي ابتلاء، بس اهم حاجة ان انتم تكونوا مقربة لربنا، تكوني النية خالصة ما بينك وما بين ربنا. طبعا ربنا ان شاء الله بيفضل معاكي، ما بيسيبكيش ابدا. طبعا كل سنة وانتم طيبين. طبعا فاضل حاجات بسيطة على رمضان، خدي بقى مني الفيديوهات دي هتنفعك كتير قوي قوي في رمضان. طبعا حشيت بالكريمة اللي هي بالقشطة الكدابة، وحشيت بالزبيب وجوز الهند. بصوا كمية ما شاء الله من كوبايتين دي عملنا الكمية دي. طبعا السيرم اهو، ولعت على الزيت على ما يسخن كده، شلت السيرم وهنزل عليه بكيسين من الفانيليا اهي، كيسين بس، هقلبهم بقى تقليبه كويسه، واسيب السيرم يبرد على ما اقلي القطايف، يكون السيرم بيرد. لازم تكون حاجه من الاتنين هي اللي ايه، واحده سخنه وواحده بارده، سواء بقى السيرم او سواء القطايف. طبعا هسيبه يبرد بقى على ما اقلي القطايف. طبعا مش هيلحق يبرد، انا هحطه تحت مروحه كده عشان القطايف ما بتاخدش سوا في يعني ما بتاخدش وقت في قليتها. طبعا لازم الزيت يكون سخن كده، وبعد كده بقى ايه تحكيسي النار بحيث ان انتي ما تحرقش منك. بجد خطيرة جدا جدا جدا، طعمها حلو قوي، هتنفعنا في العزومات بقى، هتنفعنا في رمضان. كلنا في رمضان لازم الحلو ده كل يوم، سواء بقى كنافة، سواء جلاش، سواء قطايف، سواء ام علي، اي حاجة هتعمليها تطلع من ايدك زي العسل. طبعا كل ده انتظروني في فيديوهاتي الجايه ان شاء الله. ربنا يجعله شهر يا رب خير علينا كده، او شهر يزيح عننا الهم. وان شاء الله هكون معاكم في الفيديوهات الجايه، هعمل لكم حلو كتير، بحيث ان انت تستخدميه في رمضان. ممكن تعملي سكرين لل للمقادير، وطبعا تتفرجي على الفيديو بتاعي ده شيء اهم 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 من انت تاخدي سكرين. طبعا وتيجي بقى في رمضان تنفذي بقى الحاجات دي. طبعا السيرم ده تعمليه هيقعد معاكي طول شهر رمضان، وبعد كمان شهر رمضان صدقيني مش هيسكر منك ابدا ابدا ابدا. بصوا فضل معايا لغايه بعد رمضان شويه، بجد والله والله كاني كنت لسه عاملاه. حاجات زي كده تستخدميها. ممكن القطايف انا السنه اللي فاتت خزنت منها شويه وعملتهم في رمضان، بتحشيها وبتجيبي كيس يكون شفاف كده، كيس من بتاع الفريزر يكون نظيف، بلاستيك نظيف اقصد يعني، او علبه محكمه الغلق كده، وتعبيهم فيهم بعد ما تحشيه وتحطيه في الفريزر. طبعا هتطلعيه تقليه، عشان تقليه تسيبيه نص ساعه كده وبعد كده تقليها وحطيها بقى في السيرم. هو ده تفريز القطايف. طبعا انا صراحه يعني شويه على قد الاكل،
ما كترتش، بس انا هعمل شويه، بس مش هصورهم بقى معاكم تاني. هعمل شويه برضو اخزنهم في الفريزر، بحيث الحاجه زي ما انتم عارفين غاليه، ربنا يفكها يا رب على عباده. فالحاجات بتعمليها في البيت طبعا بتبقى اقل وانضف واحسن، كل حاجه حلوه، وليها على ايدك اللي بتستخدمي بيها الحاجه دي، بجد بتطلعي منها احسن حاجه. طبعا بصوا القطايف خطيره، بصوا سامعين القرمشه؟ طبعا انا سبتكم تسمعوا القرمشه، مش عارفه انتوا سامعينها ولا لا. ما شاء الله مقرمشه جدا جدا جدا، وحاجه حلوه قوي. تعرفوا القطايف الناجحه من قرمشتها مش من طريانها. طبعا كده خلاص انا قليتها. هاخد بقى كبشتين كده، كبشتين سيرم، او كوبايه من اللي هي اللي حجمها 250 مللي، على قد دول. هحط بقى القطايف في السيرم، هسقيها كده. وجبت بقى بطرمانات نضيفه معقماها، هعبي بقى فيها الايه، السيرم ده عشان ينفعني في رمضان. طبعا هتقولي انت عملتي كيلو كتير، او البطرمان ده مش هيكفي. لا، بصوا شويه، اصل انت مش هتاخدي الكميه دي كلها، مش هتاخديها كلها في رمضان. يعني لما تيجي تعملي مثلا شويه قطايف، هتطلعي شويه على قده. وعايزه اعرفك حاجه هتعرفيها برضو في الفيديو ده. شويه السيرم اللي في الطبق ده، انا معقوله بعد ما اخلص في الطبق حاجه انا ارميها؟ يا جماعه الحاجه غاليه جدا جدا جدا، وكل حاجه مولعه. ربنا يلطف بينا يا رب، ولازم نتحمل الغلاء ده عشان نعدي من الازمه دي. شويه اللي هيفيدوا دول هجيب بطرمان واحطهم في قلبي. طبعا هاجي استخدم بقى مره تانية، هاخد شويه من اللي في البطرمان التاني، اللي شويه من السيرم التاني على شويه من ده، وهعمل بيه مره كمان. هو مش فيه اي حاجه ولا، طبعا من هو قطايف، هحطها برضو فيها قطايف او لحلويات تانية. مش ترميها، خسارة 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 ان انتي تبعزقي الحاجة، او يعني ايه، تهدري في الحاجة. ربنا هيحاسبنا على كده. طبعا هنا اهو القطايف بصوا، ما شاء الله جميلة جدا ومقرمشة، وهتشوفوا القرمشة دلوقتي بجد خطيرة. طبعا بصوا ادي السيرم اللي انا عبيته اهو. بصوا هو اللي مش عارفه لونه غامق ليه كده، انتوا شفتوه في الاول لونه فاتح. دول بقى الشويه اللي كانوا باقيين من اللي انا سقيت بيها القطايف، على شويه من التانيين حطيتهم في بطرمان، واحطهم برضو هستغلهم بقى دول الاول، لما اجي اعمل مره تانية هستغلهم. بصوا سامعين القرمشه؟ بجد خطيره جدا جدا جدا. طبعا ما شاء الله على القطايف، حلوه قوي قوي. بصوا لونها، بصوا لونها عامل ازاي، اللون الذهبي كده. وما شاء الله مقرمشه، وقليتها جميله، وتسويتها جميله، وعجينتها بجد اجمل. واللي بالقشطه بقى خطيره خطيره خطيره. ادي السيرم اهو. ما تنسونيش بقى بالاشتراك، واللي مش مشتركة ما تنساش، المشتركة تفعل زر الجرس، واللي مش مشتركة ما تنساش تشترك. ان شاء الله في رمضان هتشوفي معايا حاجات كتير، حاجات مفيدة جدا هتطلعي منها بمعلومة. اتمنى ان فيديوهاتي تكون بتعجبك، واتمنى لو انت مشتركة معايا كومنتاتك الحلوة بتديني حافز وبتديني طاقة ايجابية كده ان انا اكمل. ولو انت مش مشتركة تشتركي، بجد هتلاقي معايا كل حاجة حلوة. بجد هتلاقي الأحسن مش أحسن يعني، الأبسط، الحاجة السريعة. كل حاجة هتلاقيها معايا في فيديوهاتي الجاية إن شاء الله، الأيام الجاية. أتمنى إن انتوا ما تنسنيش بقى. وكده الفيديو بتاعي انتهى، وكل سنة وانتوا طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.